السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم حبيباتي. اليوم بغيت نرد ونجاوب واحد الأخت سقساتني، قالت لي خالتي جاها عافانا الله وعافاكم، أصيبت بمرض السرطان الثدي، وقالت لي واش تنصحيها. أول نصيحة ننصحها لها هي لازم تأمن بواش كتب لها ربي، ولازم تدير في بالها بلي هذا ابتلاء ابتلاها به ربي، وكي تقبل هذاك الابتلاء راح ينزل معها الرحمة بإذن الله، وراح يفوت خفيف بإذن الله. وتدير في بالها دايما أنه ربي يبتالي غير الإنسان اللي يحبه، وكتب عليها ربي هذا المرض. سما درك خلاص المرض وقع، واش راح لازم نديرو؟ لازم نشوفو واش كاين منه وجاي. ثاني حاجة اللي ننصحها عليه بها بزاف بزاف بزاف، انها ما تتبعش راديو تروتوار. نعم، نسميوه راديو تروتوار، هو الهضره نتاع الناس. الناس كي يسمعوا بفلان او مريض بالسرطان، كامل راح يظهروا دي بروفيسور، وكامل راح يظهروا طباء، وكامل يوليو يعرفوا الدواء ويعرفوا للعلاج. كاين اللي يقول عندك لا ديروا الخزعه، واحد يقول عندك لا دير لا ماموغرافي، والاخر يقول عندك لا دير لا شيمي، واحد يقول لك تبع الاعشاب، وواحد يقول لك تبع الخلطات. لا، ما تتبعيش، كون ما تسمعيش من فم الطبيب نتاعك، ما تتبعيش، لانك راح تدخلي في واحدة الدوامة وما تقدريش تخرجي منها، وراح تتعبي نفسيا معنويا وتتعبي صح. ما لا، انا نعطيك نصيحة انه ما تتبعيش الهضرة نتاعهم، تبعي هضرة الطبيب وش يقول لك، لانه ماناش راح نعرفه خير من طبيب قرا وبحث وتعب باش وصل للشي اللي راهو فيه. اي حاجة، اي استفسار عندك سقسي عليه الطبيب، هو راح يعطيك الجواب، سواء من ناحية الدواء، سواء من ناحية التغذية، سواء من أي ناحية سقسي الطبيب. وبإذن الله كما الحالة نتاعي أنا، الأطباء اللي في التعليم كامل يسمعونا ويفهمونا ويفهمونا ويجاوبونا، ما لقيناش نهائيا مشكلة معاهم. الحاجة الثالثة اللي ننصحها بها ثاني، وش نقول لها؟ نقول لها ركزي على التغذية تاعك. وفي هذه ثاني زدوا ندخلوا هضرة الناس، كاين اللي تحرم نفسها نهائيا. في الحالة نتاعي تصادفت مع وحدة قالت لي قطعت سكريات نهائيا. وين السكريات؟ سكريات طبيعية، سكريات اصطناعية، ما تاكلش تمر وما تاكلش الديسار وما تاكلش، لأنه الخلايا السرطانية تتغذى على السكر. علاه؟ منين جبتي الهضرة هذه؟ منين جبتي هذه الفهامة؟ لا، احنا نقطعوا، معليش بغيتي ديري ريجيم صحي، هو في كلتا الحالتين الريجيم صحي، راح تقطعي السكريات المصنعة. نحيو السكريات المصنعة بصح ما نقطعوش السكريات الطبيعية. جسمنا يحتاج السكر، والسكر هذا راح يكون مصدره طبيعي. لازم ديسار، فواكه يكون فيه السكر بطريقة عقلانية. ثاني التمر علاه نقطعوه؟ الغذاء لازم يكون صحي، موش ريجيم تحرمي روحك، هذه ما ناكلوهاش وهذه ما ناكلوهاش وما هذه ما ناكلوهاش. نصادفوا حالات. صادفت حالة ثانية، مرة كبيرة مسكينة عجوز وبناتها حرموها من كلش، هذه ما تاكليهاش وهذه لا لا وهذه من وهذه. هذيك العجوز قريب تبكي. ما دوك نوليو نهضروا بالدرجة نتاعنا، قريب تبكي مسكينة. شكون قال لكم هذه ما تاكلش وهذه؟ شكون il faut pas نهضروا هضرة ما نعرفوش وش هي. لازم نظام غذائي صحي، جسمنا يحتاج الفيتامينات، يحتاج الأكل الصحي اللي نقدروا نحاربوا به المرض ونواجهوا به الدواء هذا. أما النصيحة الأخيرة اللي نقدر نمدها لها هي أنه ما تقارنش حالتها بأي حالة واحدة أخرى. ما كانش وجه مقارنة بين حالتك وحالة أي مريض واحد آخر راح يصادفك، سواء في ناحية نوع المرض، نسبة الانقسام، كانش ولو كان انكم نفس الحالة، بصح يبقى جسمك زي وجسمها زي. يعني حالتكم مش راح تكون كيف كيف، والاستجابة تاعكم مش كيف كيف، واي حاجة متقارنيش بينك وبين اي واحد.
هذه هي. ونتمنى إن شاء الله يا رب يفوت عليكم هذا الابتلاء بردا وسلاما، وإن شاء الله يا رب يقدركم، وعارفي باللي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلى الله على محمد وسلم عليه تسليما.